طاف البنات في كفر صقر بالشرقية. اختفاء وخطف وقتل، أمور باتت تهدد حياة المصريين في ظل حالة مستمرة من الانفلات الأمني امتدت حتى إلى قرى مصر الهادئة. الساعة 10 قالت لي أنا هروح كفر صقر أجيب علاج من الصيدلية، فوالدتي راحت معاها. والدتي كانت أخويا بعت لها خاتم من السعودية فواسع على ايديها، فراحت معاها عشان تضايق الخاتم ويجيبوا شوية أغراض للبيت وكده. اللي حصل إن هم عملوا كل حاجة، جابوا الأغراض وكل حاجة، بس لسه ناقص الدواء. فراحت تجيب الدواء، وأمي بقى ولية كبيرة في السن وكده ما بتقدرش تمشي، فقعدت استنتها لما تجيب الدواء وتيجي حوالي ساعة ونص ساعتين ما جاتش. بيقولوا احنا شغالين، اخش للمأمور يقول احنا شغالين، اخش لضابط المباحث يقول احنا شغالين بالليل وبالنهار. مباحث الشرقية على بعضها قال لي يا ابني بنتك مش حد بينام عشانها بالليل ولا بالنهار، فأنا ما لقيتش أي نتيجة. هاتوا لي شادي، عايزة مش كلها، عايزة أشوف شادي، عايزة الناس تعمل كمين، وعايزة العساكر تجري، عايزة الناس كلها تجيب لي شادي أشوف. انت حاسة ان الشرطة مقصرة في الشرطة كتر خيرها، بس من نهار ما شالوا الكامينات من على الطريق، ومن نهار ما الثورة قامت والهم كله كتر، مش سمعنا حاجة حلوة خالص أكتر من اللي خطف عمل سرق قتل. هو دي وبنتي ضحية بالدم. أنا عايزة بنتي، عايزة شادي، هاتوا لي شادي، شادي أشوف، بس هشوفها صاحية ميت اللي ربنا يحكم بيه. قد لا يتوقف الأمر عند حد الاختطاف أو السرقة، بل قد تعود الضحية إلى أهلها جثة هامدة. كانت في الدرس، جت من المدرسة، خدت بعدها وراحت الدرس، طلعت من الدرس راحت تودي ابن خالها، وهي راحت تودي ابن خالها، خالها قال لها روحي هاتي عشاء، راحت تجيب العشاء وهي راجعة ما رجعتش، خدوها من قدام البيت. كانت حوالي 7:15، عندها 9 سنين في 3 ابتدائي. لأنها تاني يوم الصبح الناس اتصلت علينا وقالوا تعالوا ده ميتة على جسر البحر، قتلنا خانقنا، بس اللي واخدينها ليه؟ ولا لابسه حالة، ولا حدانا بيت، ولا حدانا أراضي عشان يساومونا عليها، وحالتنا ربنا اللي يعلم بيها، قاعدين بالإيجار. بالنسبة لكفر صقر هي من المراكز الهادية جدا قبل الثورة وبعد الثورة، وبالنسبة اللي بيحصل فيها المشاكل اللي بتحصل فيها بتبقى يعني حاجة 1 في المليون من اللي بيحصل في باقي الجمهورية. أنا واحد من الناس من يوم الحادثة ولادي ما بيروحوش المدرسة، واحدة في أولى ثانوي وواحد في أولى إعدادي، لحد النهارده ما بيروحوش المدرسة على قد الدرس بس، وباخده أوديه الدرس وأجيب. مش أنا بس، كل الناس كده. حتى حضرتك هتروح عند المدرسة هتلاقي الأهل كلها واخدة الأطفال بيودوها لحد المدرسة ويستنوهم هم طالعين يجيبوه. الناس هتعمل إيه؟ بتحصل هنا في كفر صقر وبالسرعه دي، حتى لو في مثلا خطف الناس بتتساوم على الفلوس على اي حاجه، انما هنا اول مره تحصل بالطريقه ديت. يعني اللي يخطفوا بنت الساعه 7:15 ولو مؤاخذه تنقتل وتترمي تظهر الساعه 6:30 الصبح او 6، يبقى دي لو مؤاخذه حاجه بشعه عمرنا في حياتنا ما شفناها. عايزين حق الطفله الصغيره اللي بريئه دي، اللي اتبهدلت دي، لابسه لبس المدرسه ورايحه جايه من المدرسه وراحت الدرس، تتاخد من دار للنار، تتبهدل كده. يعني مش عايزين اكتر من حاجه. الأمن والطمأنينة حقوق أصيلة للمواطن، لكنها صارت مطلبا عزيز المنال في بلاد كانت تعرف يوما ببلد الأمن والأمان.